يعني يكون ربحك أكثر بالشغل، جيبي بالجملة يعني قونية تمن بزمكي. أو أهم شيء بكوبة التمن، أنا حسب جربت كل شيء، التمن لازم يكون بزمكي مو تمن حصة، هو يصرف أكثر تمن بزمكي لأنه ينشر. أنا أسميه بزمكي متعودة، هو اسمه بزمتي ما أعرف بزمتي. المهم هذا غسلته وخليته الكيلو تخلين وياه قلاص عدس. العدس يسوي كلش طيب، يعطيه قرمشة ويخليه لين يعني يصير معجن. إذا ملاحظين تمن العدس دائما من طبخه دائما يطلع عندنا معجن، تعرفون شلون يعني يصير عجينة بسرعة، أحسن من البوتيتا. العدس أنا جربته أصرف وأحسن من البوتيتا. فهنا أنا غسلته، لا تغسلوه لا تخلون النشا مالته كلش يروح، بس غسليه ونقعيه ساعة، بس لا تخلين النشا مالته يروح كله لأن النشا راح يفيدنا بالعجن وهم يعطي طعم. وهنا خليت له كركم، وهذا كيلو تمن خليت له قلاص عدس. هذا الكيلو راح يسوي لي 100 كوباية. وهنا أنا عندي كيلوين بصل راح أخليه على كيلو لحم. فهمتي شلون؟ كيلوين بصل على كيلو لحم راح يطلع لك 100 كوباية أو أقل من 100. هنا أنا عندنا هسه تمن بزمكي كيلو ب2000، والبصل ب1500، واللحم هذا ب12. وحسبي هذا هنا أنا لازم أغسله وأصفيه حتى يوقع كل المي مالته. وأحمس أول شيء أحمس اللحم واحدة بدون أي دهن، ينحمس لحد ما ينحمس بالدهن مالته، لأن هو اللحم الغنم بيدهن يكون، فالأصح إنه تحمسينه بالدهن مالته، بس تخلي له شوية دهن أحسه يخرب يعني حتى باللف يعذب. فهذا كيلو لحم راح أخلي له كيلوين بصل. وهاي البهارات اسمها بهارات الشيف كلش طيبة للكبة. وكركم، أنا كوبة التمن الحشو مالتها دائما أخلي له كركم وكاري، يعني أسوي الحشو أصفر مو مثل باقي الكبة. وهاي عندي الجدرين وخليتهن على نار البخار، يعني شوية صعب بالتصوير يطلع. هذا التمن العفو هذا اللحم دا أحمس بيه ويا البصل وتمن وقلاص عدس راح يسوي لي 100 كوباية ويا كيلو لحم وكيلوين بصل. بعد هاي الإضافات انتي تضيفين عادي، يعني مثلا بوتيتا ترميها ناعم وتخليها ويا الحشو، أو تخلين بوتيتا ويا التمن حسب انت ذوقك. وهنا بديت ألف حبايبي. أنا طبعا ما تعب نفسي كل الكمية اللي طلبوها قاعد ألفها، يعني ألف كل 25 وأروح أرتاح أخليها بالمجمدة. ومعلومة إذا تبيعين تخلين الكبة بالمواعين الفلين، فلا تخليهن وتجمديها لأن مستحيل الفلين يخلي الكبة تجمد. أول شي خليها بصينية وجمديها بعدين خليها بالمواعين. وأنا مرات من أبيعها يعني ما أخليها بالمواعين، أخليها بعلاليق من تجمد، يعني أخليها بكيس نظيف وأدزها مو شرط بالمواعين، بس أهم شي تكون جامدة أهم شي. وهاي طريقة اللف. طبعا أنا الكبة منزلتها بالقناة هاي مو أول مرة، لأن هو طبعا شغلي بعد يعني أكثر شي هو اهتماماتي بالكبة، وراح أنزلكم بعد طبعا هواي أكلات. بس أهم شغلة بهذا المشروع هي يكون اللحم عراقي، تكون مصداقية، أهم شي يكون عندش توصيل، لأن أغلب الناس يعني خو ما تجي يعني هي تاخذها من عندش، يحبون يعني على مود الراحة يكون توصيل. وبالبداية إذا بديتي مشروع شوية رخصي حتى تلمين زبائن، وسوي لك بيج أو صفحة على الانستغرام ونشري. أهم شي الترويج، أهم شي النشر. زين حبيباتي، هذا المشروع والله أنا بديته ب25,000، يعني أخذتني يعني حتى ما عندي كان، بس أخذتني هيك يعني دين من أختي، وبديت الحمد لله وشكر لنجاح. ولحد الآن راح يصير لي سنتين بهذا الشغل، وطورته وصار عندي زبائن ما ياخذون إلا من عندي. يعني طورته قمت أسوي بورق وسمبوسة وبيتزا ولحمة بعجين وميني بيتزا هواي أكلات وفطائر، يعني هي مجموعة تجهيزات. وعندي صفحة همينة إذا تحبون دخلوا لها، راح أخلي لكم الرابط بصندوق الوصف. وأنا عندي توصيل بس لبغداد، يعني بس بداخل بغداد عندي توصيل. ودائما اسوي عروض اللي تحب تفتح هذا المشروع فانصحش بالعروض، يعني دائما اسوي كميه كبيره وسوي عليها عروض. يعني مثلا انك تبي من عرض ب50,000 من كل شيء 25 حاجه، يعني هسه دائما اسوي هذا العرض وبيربح الحمد لله، يعني تطلع لي بيه 10 15، يعني ب50,000 25 كوبة تمن، 25 بوتية جاب، 25 بوتية كوبة برغل، 25 سمبوسة، 25 بورقاية. يعني أغلب الموظفات والنساء اللي ما يحبون يسوون أو ما يعرفون يكيفون على هيك عرض.